بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. استخدام الطاقة الشمسية في زراعة القطن. طبعا في الأيام دي في ندرة في المياه حوالين العالم، في أماكن فيها مية وفي أماكن منعدمة فيها المياه. فاستخدام الطاقة الكهروضوئية الزراعية ده مصطلح اسمه الطاقة الكهروضوئية الزراعية. ده مصطلح عبارة عن شقين: إنتاج زراعي وطاقة شمسية. يعني تركيب الألواح الشمسية في الحقول وفي الغيطان في جميع المحاصيل، لكن أنا بركز على القطن. بيعطي للفلاح حاجتين: بيعطي محصول إنتاج زراعي، حتى لو الأسعار نزلت لا هنعوضه بإنتاج الطاقة الكهربية. القطن أو أي محصول عموما عن طريق الري العادي بيستنزف مياه وبيضعف التربة. فاستخدام الطاقة الشمسية أو الألواح عموما احنا بنحول الري العادي إلى ممكن نستخدم الري الحديث، والري الحديث بيحتاج سولار أو بيحتاج جاز أو بيحتاج بنزين. لا، احنا ممكن في آن واحد نحصل على محصول بالإضافة إلى استخدام الطاقة بنستخدمها في الري. حتى لو مفيش ري احنا ممكن نستخدم الطاقة الكهربية. فاستنزاف المياه وضعف التربة. ألواح الطاقة الشمسية دي كمان بنعتبرها زي الصوب الزراعي، بتقلل بخر الماء، فاستهلاك المياه للقطن بيقل، استهلاك السولار والبنزين بيقل، مفيش. أنا بستخدم طاقة نظيفة وتوليد طاقة كهربية مع محصول القطن. يبقى الفلاحين هيحصلوا على محصول بالإضافة إلى الطاقة. وإحنا الأيام في تغيير مناخ، فالطاقة الشمسية ده أو الألواح الشمسية هي عبارة عن صوب زراعي. فديت فكرة جات إن استخدام الألواح الشمسية في زراعة القطن. يبقى إحنا ضربنا عصفورين بحجر: إن الفلاح هيحصل على محصول للقطن بالإضافة إلى توليد طاقة يقدر يستخدمها سواء في الري أو في المنزل، أو عن طريق مثلا إضافة الأسمدة اللي هي بتحتاج للرش وبتحتاج إلى السولار أو أي حاجة بترولية. لا، أنا هخليه يولدها عن طريق الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى إني خليت الألواح الشمسية ده بتقلل البخر، لأنك أنت لما بتروي الأرض بيحصل فيه بخر، نسبة من البخر كبيرة. لا، الطاقة الشمسية والألواح الشمسية الزجاجية ده بتقلل البخر. فدي تحت التجربة. تحياتي، مهندس محمد كمال معتمد.